نصيحة مهمة جدا ممكن ناس كتير ما تاخدش بالها منها. ازيكم يا ابطال؟ احيانا ألم الانسولين بيكون فيه فقاعات هواء، سواء فقاعة كبيرة او كذا فقاعة صغيرة، وممكن تفضل موجودة من غير ما احنا نلاحظ. المشكلة ان وجود الفقاعات دي ممكن يأثر على دقة الجرعة، يعني الطفل ممكن ما ياخدش كمية الانسولين المطلوبة بشكل صحيح. علشان كده مهم جدا نركز في الخطوة دي. قبل اي حقن نبص على القلم كويس، لو لاحظنا وجود فقاعات هواء نخبط على القلم بخفة لحد ما تطلع الفقاعات لفوق، بعدها نطلع 2 أو 3 في الهواء لحد ما نتأكد ان مفيش اي فقاعات خالص. طيب ليه الموضوع ده مهم؟ لان الفقاعة مش دواء، دي هواء، ولو ما اتشالتش ممكن ياخد الهواء مكان الانسولين، وبالتالي الجرعة اللي توصل للطفل ممكن تبقى اقل من المطلوب. كمان قبل الحقن دايما لازم نخرج 1 أو 2 في الهواء علشان نتأكد ان السن مش مسدود. الخلاصة يا ابطال، دقيقة واحدة تركيز قبل الحقن ممكن تفرق جدا في دقة الجرعة وحماية استقرار السكر. وبس كده، ما تنسوش تصلوا على